مين قال لكم ان العلاقة بتنجح لما اتنين او شخصين كاملين يقابلوا بعض؟ لا خالص. العلاقة بتنجح بان شخصين تقبلوا عيوب بعض وتعيشوا معاها وتعيشوا مع العيوب قبل ما تعيشوا مع المميزات. وهنا السؤال الاول اللي بتسأله لنفسك قبل ما تختار شريك الحياة: ايه العيوب اللي انا هعيش معاها، مش ايه المميزات؟ لان طبيعي ان المميزات انت هتعيش معاها وهتحبها، وانت اخترت الشخص او انت اخترت الانسان ده من خلال مميزاته. لكن السؤال اللي احنا دايما بننسى نسأله لنفسنا: ايه هي العيوب اللي انا هقدر اتعايش معاها؟ عشان كده العلاقة مش بتنجح بان شخصين كاملين يقابلوا بعض. العلاقة بتنجح بان شخصين تقبلوا عيوب بعض وتعايشوا معاها. شخصين قرروا ان هما يضحوا في سبيل توازن ونجاح العلاقة. شخص يشد والتاني يرخي، شخص يطبطب والتاني يداوي. العلاقات بتنجح بالتفاهم والمودة والرحمة. عشان كده خليكم واثقين ان نجاح العلاقة مش محتاج اشخاص خارقة، هو فقط محتاج اشخاص مرنة عندهم قابلية على التغيير وتجاوز الازمات بذكاء وهدوء وصبر.